عارف ليه يا حماده في كندا مش بيشغلوك؟ مش عشان انت مش كفء ولا عشان انت مش شاطر، بس عشان انت بتشتغل بنفس الطريقه القديمه اللي انت جاي بيها من بلدك يا حماده. اول حاجه خالص السي في بتاعك بتستخدم سي في واحد لل 50 شغلانه اللي بتشتغلهم، ما بتعدلش فيهم ولا حاجه، ولا بتشوف كل وظيفه متطلباتها ايه وتعدلها في الريزومي، وده مش صح. ولسه ما زلت بتكتب I wanna work in a challenging environment، محدش هنا هيشوف الكلام ده يا حماده. تاني حاجه المقابله بتاعتك مش ندوه، انت مش داخل تحكي عن قصتك، انت داخل تحكي ازاي هتضيف للمشروع او الفريق اللي انت هتشتغل معاه، وازاي تقدر تنجح الشركه. هم محتاجين يشوفوك بتتكلم يا حماد، لازم الانجليزي يبقى كويس. تالت حاجه الناس كلها بتشتغل فتقعد تقول لنفسك انا اكيد فيا حاجه غلط، بس صدقني كل واحد ليه نصيب وليه رزق يا حماده، فانت لازم تبقى عارف ان كل واحد رزقه بيجي له في وقت معين، بس انت محتاج تمشي بطريقه معينه. انا لما كنت جيت اول ما جيت كندا كنت برضو بنفس ظروفك، بس قعدت سمعت ناس وكنت سلس لدرجه ان انا اغير طريقه تفكيري. انت محتاج تغير طريقه تفكيرك يا حماد. تابعني في الفيديوهات الجايه هقول لك بالظبط ايه الحاجات لو انت لسه ما اشتغلتش محتاج تعملها عشان ربنا يكرمك بشغل. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمه الله.